ازيكم؟ معاكم ادري. اتمنى صديقي تعمل لايك فولو وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو بتتفرج على اليوتيوب، لو بتتفرج على تيك توك، تعمل لايك فولو وشير، وفي الحلقه تكمل الحلقه للاخر. الجوله 35 من الدوري الانجليزي. بدايه هم فرقتين في الدوري دوت، او في الجوله دي عندهم دبل جيم ويك. تشيلسي الماتش الاولاني عندها استون فيلا اوي، وبعد كده عندها توتنهام هوم. بعد كده والناحيه الثانيه توتنهام عندها ماتشين. الماتش الاولاني ارسنال هوم، وبعد كده تشيلسي اوي. فالماتشين اصعب من بعض بالنسبه لي، وخصوصا ان استون فيلا بتنافس على الدوري الاوروبي. دي حاجه. الحاجه التانية، انصح بمين من الفرقتين؟ ما اجيبش حد من توتنهام خالص، دي وجهه نظري الشخصيه. الماتش الاولاني حتى لو على ارضهم ارسنال وهم في ارضهم سون بيعمل حاجه، بس هيلعبوا ارسنال اللي بينافس على الدوري، ما افتكرش ان هو هيفرس الماتش ده بسهوله. على الجانب التاني دايما توتنهام قوي ما بتعملش حاجه، فدي وجهه نظري الشخصيه. بالنسبه لتوتنهام. بالنسبه لارسنال بالنسبه لتشيلسي، لو عندك بالمر خليه، ما عندكش ما تجيبش حد تاني. الفرقه يعني بدون بالمر ملهاش اي 3 لازمه. نبتدي ماتشات الجوله. هتبتدي يوم السبت الساعه 2:30. خد بالك يا صديقي ان الديدلاين هيبقى يقفل الساعه 1. اولى الماتشات ما بين ويست هام وليفربول. ماتش هيبقى بالنسبه لي صعب على ليفربول لسبب واحد، ان ليفربول لسه كده خسران في الدوري، وشبه خلاص خرج من منافسه الدوري. هو لسه ليه امل طبعا وكل حاجه، بس في وجود ارسنال وخصوصا مانشستر سيتي اللي بقى متفرغ للدوري، خلاص الدوري كل سنه وانتم طيبين. وخروجه من الدوري الاوروبي، فالمعنويات في ليفربول في الارض. على المقابل الناحيه الثانيه ويست هام فرقه بقت في نص الجدول، ماتشاتها مرتاحه، لعبتها موجوده، فمش عارف. انصحك تجيب مين من الفرقتين؟ ما انا عن نفسي عندي صلاح وداروين نونيز، همشي الاثنين خلاص. يعني الاثنين مش هيعملوا لي المردود اللي انا مستنيه. فلو هنصحك تجيب حد بصراحه، يعني قدوس ممكن، جيم دورت براوس ممكن، بس يعني ما انصحش بيهم قوي برضو. يعني انا عن نفسي ما انصحش تجيب حد من الفرقتين دول خلاص. يعني الفرقتين اوت اوف سيزون بالنسبه لي. الماتش اعتقد ممكن يخلص 1-0، 2-1 لليفربول. غير كده هيبقى صعب. اللي هيجيبوا الاهداف في الغالب محمد صلاح ممكن. وراوينا برضو مستوياته الفتره اللي فاتت مش احسن حاجه، الفرقه كلها مش احسن حاجه، فلذلك انا بقول ما انصحش ان انت تجيب حد من الاثنين دول. الماتش اللي بعد كده يا صديقي في الجوله فولهام قدام كريستال بالاس. الماتش هيبقى حلو جدا، وخصوصا بعد الفوقان اللي فيه كريستال بالاس. لو هتجيب حد من احنا طبعا عارفين ان هالاند مصاب حتى الان. لو فضل مصاب وهتعمل تغيير تحكيم الجمعه، نصيحتي هتجيب مين؟ ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، عامل ماتشات كويسه جدا اليومين اللي فاتوا، هو اللي شايل الفريق وجايب بوينتس كويسه جدا، ويا بخت اللي جابه في الجوله 34. انا للاسف مش من المحظوظين دول. وخصوصا كمان ان الماتشات اللي فاضله لكريستال بالاس هم 4 ماتشات. الماتش الاولاني قدام فولهام اوي، بعد كده على ارضه قدام مانشستر يونايتد، بعد كده اوي قدام وولفز، واخيرا على الارض قدام استون فيلا. هم 4 ماتشات تقال بس كريستال بالاس عامله شغل كويس جدا في نهايه السيزون، فممكن تجيب لاعب ديفرنشال اللي هو ماتيتا المهاجم. عايز تجيب حد كمان في خط النص، عندك ايزي او اوليسيه، ويفضل ايزي. ما خلاف ذلك ما تجيبش حد من كريستال بالاس. بالنسبه لفولهام، لو انت عندك مونيز تمام، ما عندكش مونيز خلاص لا، يعني ما تجيبش حد، مش محتاج ان انت ترسك وتجيب اي حد. توقعاتي المباراه ممكن تخلص 2-1 او 3-1 لكريستال بالاس. 2-1 او 3-1 لكريستال بالاس، لان هم فايقين هجوميا جدا، ودي حاجه كويسه. اللي ممكن يعكس الليله دي كلها ان فولهام كان لعبوا ماتش واحد بس، فهم بدنيا اعلى دلوقتي، فممكن اللعبه كلها تتغير بناء على هذا المنطق. لكن لو كريستال بالاس لعب بنفس معدل الماتشين اللي فاتوا، لا هيشيلوا، فولهام هتشيل 2 أو 3 كمان. الماتش اللي بعد كده يا صديقي ماتش الجوله اللي ممكن يجيب بوينتس كويسه بالنسبه لي، مانشستر يونايتد قدام بيرلي. طبعا مانشستر يونايتد يعني برونو فرنانديز، او بعد كده هويلاند، بس رقم واحد برونو فرنانديز ده لا غنى عنه الماتشات الجايه، وخصوصا ان ماتشات مانشستر اليومين الجايين مين اللي فضلهم؟ يعني مانشستر الماتش دوت عندها بيرلي، بعد كده كريستال بالاس، بعد كده ارسنال، بعد كده نيوكاسل دفاعها مفتوح فهيعرفوا يجيبوا فيهم جوان. كريستال بالاس نفس القصه بيجيبوا فيهم جوان. بيرلي حدث ولا حرج. واخيرا برايتون برضو دفاعهم مفتوح فحدث ولا حرج. فماتشات مانشستر يونايتد نوعا ما كويسه. رقم واحد برونو فرنانديز ده لا خلاف عليه، بعد كده هويلاند. عايز تجيب حد من الدفاع تمام، بس الدفاع برضو مانشستر يونايتد مش احسن حاجه. توقعت الماتش ده ممكن يخلص 3-2، يعني 2-3 على الاقل، 2-3 0.
اونانا حارس المرمى ممكن يبقى اوبشن كويس جدا الفتره الجايه برضو بالنسبه لمانشستر يونايتد. الماتش اللي بعد كده عندنا نيوكاسل وشيفيلد، دول اللي لازم نركز عليهم الفتره الجايه. نيوكاسل بالذات، نيوكاسل عندها كام ماتش احسن من بعض الفتره الجايه. عندها مين؟ عندها ماتش الاسبوع دوت شيفيلد، بعد كده بيرلي، بعد كده برايتون، بعد كده مانشستر يونايتد، واخيرا برينتفورد. فانت بتتكلم شيفيلد وبيرلي وبرايتون، الثلاثه دفاعاتهم مش احسن حاجه، فنيوكاسل هجومها كاسح لا غنى عن ايزاك وجوردن الفتره الجايه، لا دون ذلك مفيش. نيوكاسل قدام شيفيلد ممكن يجيبوا 3-4 كمان على الغرون، يعني 3-4 كده مستريح، والماتش اللي بعديه نفس القصه، الا اذا شيفيلد ده كان ليها راي تاني وبيرلي نفس القصه، لان بيرلي على ارضها بتبقى رخمه ساعات، بس ان هجوم نيوكاسل بصراحه كويس جدا، فايزاك وجوردن لا غنى عنه. الماتش اللي بعد كده عندنا وولفز ولوتن تاون، ماتش بيبقى مقفل نوعا ما. وولفز مفيش حد اقدر انصح بيه قوي غير مين، مش عارف. وولفز كل ماتش حد شكل بيعمل حاجه، فما اقدرش انصح حد منها بصراحه، يعني ما هو كبيره كتير حد من الدفاع اللي هو انتوني نور، غير كده مفيش. لوتن تاون على الجانب التاني ما عندهمش حد غير موريس المهاجم، هو اللي ممكن يعمل حاجه، غير كده برضو مفيش. ادي بايو رجع، كل واحد فيهم جايب 9 تجوان، بس مش شايف يعني، ما انصحش. عايز حد ديفرنشال خلاص هات موريس او ادي بايو اللي يعجبك في الاثنين. الماتش اللي بعد كده عندنا ايفرتون قدام برينتفورد، ماتش هيبقى رخم، الفرقتين دفاعيتين، اتوقع كلين شيت لايفرتون، وخصوصا ان هي بتلعب على ارضها وبعد الانتصار على ليفربول معنوياتهم عاليه جدا، فلو ما عندكش بيكفورد هاتوا الفتره الجايه ماتشات ايفرتون نوعا ما برضو كويسه. ايفرتون عندها مين ماتشات الفتره الجايه؟ هقول لك يا صديقي. ايفرتون عندها الفتره الجايه عندها برينتفورد، بعد كده لوتون تاون، بعد كده شيفيلد، بعد كده ارسنال، فالاربع ماتشات ممكن تطلع بثلاثه كلين شيت من الاربعه، فعلى الاقل يبقى عندك بيكفورد او حارس مرمى ومدافع. ما دون ذلك في ايفرتون هو كيلفرت لون، وبرضه بيجيب اجوان على فترات. على الجانب الثاني برينتفورد عندها مين الماتشات اللي فاضله؟ مين يا صديقي؟ عندهم ايفرتون، بعد كده فولهام، بورموس، نيوكاسل، امبويمو ممكن هو اللي يبقى ديفرنشال عندك الفتره الجايه، وويزا. توني لا خالص بره الموضوع، فخليك في امبويمو وويزا، الاثنين دول ممكن يعملوا حاجه، خصوصا من فولهام وبورموس دفاعاتهم مش احسن حاجه، ونفس القصه نيوكاسل. الماتش اللي بعد كده عندنا استون فيلا وتشيلسي، هيبقى ماتش اعتقد مفتوح، لان دفاع تشيلسي رخم، واتكنز لا غنى عنه في استون فيلا، وتشيلسي لو بالمر بيلعب اوكي، مش بيلعب مفيش حد تاني من تشيلسي. بالنسبه لاستون فيلا طبعا واتكنز رقم 1، وبعد كده بيلي وديجو لويز، بس ديجو لويز الفتره اللي فاتت بعد شويه، فخليك في رقم 1 قولي واتكنز، وما نصيحتي ما تجيبش حد غيره، ممكن بيلي معاه على خفيف يعني. الماتش يخلص كام؟ يخلص 2-1 او 3-1 لاستون فيلا، دي وجهه نظري. الماتش اللي بعد كده عندنا بورنموث وبرايتون، سولانكي لا خلاف عليه، برايتون ما تجيبش منهم حد، برايتون في الضياع، هو سولانكي الوحيد اللي ممكن ترسك فيه في الماتش دوت، دي وجهه نظري. توتنهام ارسنال، انا قلت لك وجهه نظري في توتنهام. ارسنال اي حد عندك هات لك اي 3 لعيبه من ارسنال، بس اهمهم هافرتز وساكا رقم 1، يعني ساكا رقم 1 وحد من الدفاع رقم 2 اللي هو بين وايت، لو مش عندك ده احسن واحد، وبعد كده جابرييل او صليبه، وممكن بعد كده تجيب هافرتز. اخيرا ماتش نوتنغهام فورست قدام مانشستر سيتي لازم هيبقى عندك فودن، ده رقم 1 لا خلاف عليه. هالاند فيه كلام كبير جدا انه مصاب ومش هيلعب الجوله ديت، فانت عندك هافرتز قصدي فودن رقم 1. دي بروين بمزاجه ساعات وساعات، فانا بالنسبه لي خليك في فودن، يعني دي قناعتي الشخصيه. الماتش الاخير في الجوله دي هيبقى تشيلسي قدام توتنهام، ماتش رخم بالاثنين، وقلت لك برضه وجهه نظري، ما عندكش حد من توتنهام ما تجيبش حد، ما عندكش حد من تشيلسي ما تجيبش حد غير بالمر، وبالمر مصاب، فيعني خليك في الاوبشن ده. بس كده يا صديقي، ده تحليل لماتشات الجوله 35. اتمنى الحلقه تكون عجبتك، وفي الحالتين يعني في الحالتين اتفرج على اليوتيوب او تيك توك، تعمل لايك شير سبسكرايب وفعل الجرس لو على اليوتيوب، وتعمل على التيك توك لايك وفولو وشير. ومستني رايك يا صديقي، وهتشوف حلقه تانية عن فرقتي في الجوله 35. سلام.